السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير متابعينا الأعزاء، نرحب بكم في هذا الصباح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صباحنا صباح الآمنين وألسنتنا ألسنة الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين. نرحب بكم في يوم الجمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم على الخير والتقوى ومن العمل ما يرضى. طبعا يا جماعة الخير، نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن هذا اليوم يوم الخير، يوم البركة، يوم فيه كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وهذا هو اللي دائما نقوله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا ننسى أن في آخر هذا اليوم ساعة إجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويقبل دعاءنا ويقبل تضرعنا إليه. وكل إنسان عنده مشكلة يا جماعة الخير يعرضها على الله سبحانه وتعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن يعطيه الخير وأن يوفقه في الدنيا والآخرة. بنبدأ إن شاء الله نستأنف نشاطنا اليومي. طبعا الشمس ما طلعت، الحين شلينا قرقور واحد ما صورنا، لكن إن شاء الله بنتابع معاكم. بنبدأ نشيل يا جماعة القراقير لما توقف المايه. زين، شوف فيهم. تو بادي النيسر يعلم يا جماعة، تو بادي القمر العربي، بس نعطيكم معلومات سريعة. الحمد لله والشكر، مدريس حاضرة وايد في كل مكان يا جماعة. الأماكن هاي القريبة من أبو ظبي فيها مدريس، وهذه طبعا موجودة اللي هي كاسحات اليرقات والإصبعيات قصدي. طبعا يا جماعة الخير كل يوم ندرس حالة الشمس، وقلنا الشمس دليل على الوضع سواء رطوبة أو غبار أو أي شيء يا جماعة الخير. الشمس ارتفعت وايد يا جماعة، ولينا الحين ما برقت، بعدها ما برقت يا جماعة. برقت يقولون هاي فلان ما برق، يعني ما نشم الرقاد أو ما فتح عينه، وياي من كلمة البرق الوميض. والآن شوي شوي بتطلع من الطبقات. طبعا طبقة الرطوبة كما تلاحظون اليوم عالية وايد الرطوبة، وطبقة الطبقة اللي ياسة تظهر منها الشمس مرتفعة أزيد. فلذلك يا أخوان نعرف نسبة الرطوبة الموجودة عن طريق الشمس. الواحد يوم بيصور بيشوف هاي الحقائق إن شاء الله. طبعا نستطلع الآن إذا نقدر ندفر اليوم نقدر. شوفوا الشمس يا جماعة، خلينا نقربها. يلا يلا، وميضها ضعيف من كثرة الرطوبة اليوم عالية، لأن احنا مقبلين على أحر أيام السنة. المرزم وشليبين، المرزم وشليبين يا جماعة. ما زلنا نشل يا جماعة، وإن شاء الله بندفر. شلنا كم قرقور إن شاء الله. طبعا معانا اليوم أبو حظين، من زمان مايا معانا سعيد المنصوري، وإن شاء الله نتوفق معاه. ومعنا أيضا واحد من الشباب ما يبغى يطلع عمره، قلنا دائما يجينا ما يطلع عمره، تحفظ. كل واحد على كيفه يا جماعة الخير. تو بادي النيسر يا جماعة، بدأ يعلم مع الهلال الجديد. كل ما كبر الهلال يا جماعة وكبر القمر بيزيد إن شاء الله النيسر. طبعا يدخل نيسر في الحضرة، لكن أكثرية يأكل اللوغ لأنه غليل، لكن يوم يزيد نحصله. معانا سعيد المنصوري، قلنا بنسوي له شوي يوله. سعيد انت شوف العيفة غوص، وما نبغي العدد بالضبط. بنسامحك في خمس سمكات تقريبي نبغى. يعني لو تقول 20 وهن طلعن 25 اعتبرك فايز. زين، لو طلعن 15 وانت قلت 20 بعد فايز. عرفت؟ يعني 5 ولا 10؟ نسامحك في الخمس بس. ليش 5 بس؟ 10 خلي. لا 10 وايد، لانك بتفوز اخافك، بعدين بتقول يابا وابا وما ادري شو، وبنعطيك صلاحيات وما ادري شو. طبعا يا جماعه بينا الحين هني العيفه، عندنا طلبيه عيفه اليوم، طالبين ان في ناس طالبين كميه عيفه، وما قدرنا نخليه شوي موجود في الحضره، ما قدرنا نخليه، قلنا بندفرها. ومعانا سعيد، ومعانا طبعا احد الشباب هذه يديرونها، مجهول هو. الصبح هذا كل مره طلع لنا اياه. انت تشوف اول، لا تستعجل في الاجابه. غوص يا اخي غوص، الحين بتي اليمه هني، بتيك اليمه السمك.
ايه اليوم ما شيء الا انت يمكن بعد شيء يظهر. انت شوف الاخير اللي داخل الكرافه، لا تطالع اللي طلع. ايه ها يطلع، ها شوف كله يظهر. احتمال ما يصيدون وايد. بدا الحين هذو قدامك، ها شوف. شوف سعيد، شوف خمس. شو رايك نعطيه زياده عن 5؟ عطنا 7. 7 خلاص. ايه رقم 7 ترى مشهور وايد. تعرف رقم 7؟ لا. 7 سماوات. زين 7 المثاني. شو 7 المثاني؟ يلا عاد فتش. عندك الخبير. 7 المثاني هن 7 الايات مال سوره الفاتحه. الاول يسمونها سوره الحمد. الاوليين يسمونها سوره الحمد. هي فعلا سوره الحمد. الانسان يحمد ربه. طبعا فيها ايه فرض يا جماعه، فيها الدعاء. العلماء قالوا عنه فرض. هذا الدعاء فرض يعني ضروري جدا الانسان يلتزم به. اهدنا الصراط المستقيم، هذا اهم دعاء. ادش في المسابقه؟ بدش؟ يلا دش. تقدر تقيم من الحين؟ تقريبا 20. 20 شو؟ 20. 20 حبه؟ سعيد كم تقول؟ 56. 56 ما متغير؟ انا اقول يمكن 70. لا غلطان لا ماشي غلطان، خلاص حسمه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضي الامر. 35. 35. حفظت رقمه كم؟ قلت انت؟ 56. لا تنساه. 56 وانت كم؟ 45. سرعة. يوه. انا كم قلت؟ فوق 70. 70. فوق. بتخيب ابليس. سير نص، روح نص. ايوه زين خلاص. في كمية ما عليه. لا يدورن فرصة هني، دورن فرصة مو اي. هاي اخر التحويط. ايه عادي لينه هي ما عليك منها. الحين سعيد طالع وين؟ لا تروغن يا سعيد، لا تروغ. ابا حسب. خلاص ابوي انت قلت 56. هذا رقم ما ادري وين جبته يا ريال. رقم هذا عندك شيء فيه. خلاص يا جماعه ما نبى نطول في الموضوع. حفظنا الارقام. 56 وانت كم؟ 45. ليش 45 عدد زياده؟ شوفك. لا غير، لان هذا له صلاحيه. غير. انت خلاص انت مستهدف. نبغيك ما تنجح. سعيد ابوي حظين ما شيء جش الحين خلاص. في وحده خليفه بياخذها. الشل يا جماعه. وبدينا الان نسرط امواس يقولون عشان نشوف منو الفايز بين سعيد وبين خليفه وبيني انا. بنشوف منو اللي بيفوز. طبعا يا جماعه لغه الغلوب الحناجر الحين وانفضه. تسوي انفضه ترى هاي المنافسات. حد يوم يضارب بعد يسوي انفضه، حد يوم يفتن، يوم يفاتن ويزاعج على حد يتحالة نفضه. يلا شلوا بنشوف. يمكن انا اكون لاني يمكن ازيد عن العدد اللي قلتوه انتم. يمكن 80 فيها، يمكن ما ندري 70. ان شاء الله اكون انا الفايز عشان ما تفشل يقولون ناخذها فاشل. لكن الحظ حظ زين، تقييم هذا زين. هي عاد هم متى بيشلونها لكونا. يلا ابوي انقفضوا. يا الراش الراش يا سلام. يروحن 20 هذا اللي يشلون. خلي موت يلا شلل. ركب هذا. خلت ولي يلا شلوا. يلا عاش. هاي ذقف دارس يا خليفه. تباها هاي؟ لا هاي 7. عدلها سعيد عدلها. تقدر تقول لي من اي فصيله؟ انا؟ ايه خليفه. ايه عدلها عاد طلع وجهها الناس بنشوف وجهها. ها؟ لا بسار. يلدها نفس البسار. الحين هو اللي غشش.
عدلها سعيد نفس البسار. الحين بيستوي الحساب يا جماعة. حساب يوم الحساب. يوم الحساب الحين بنحسب، والفايز طبعا بيفرح اكثر. سعيد انت الفايز. الفرح هي اكثر نشوة الفوز. زين تم الواحد ما حد يقدر يكلمه لا يتنفس الصعداء زين مرتاح. يتم خقاق يقولون الاولين. عندك خقاق اليوم. خقاق يعني واحد يمدح عمره يبالي رفسه. اللي يمدح عمره يبالي رفسه يقولون. جماعة الخير تم الحساب حكمين، حسب ناصر وحسب زين كم؟ انصاري. كم؟ 81 اقرب واحد انا. لا لحظة الفرق 7. دائما المغلوب دائما هاي مستوت. لا احتجت ولا شيء. مستوى يا شوف القبقوب، شوف شاحن قبقوب، شوف يا سعيد، شوف الحظ، شوف يا ربي. في هذا مال 400 درهم يا هيه. طبعا يا جماعه ضيوف خسروا ونجح راعي الطراد او راعي الحضره، والسعيد تشوفون مويم يا جماعه محتج. ما في فايده. انت الحين لازم تقول اقرب شيء صح انا ما بفايز، لكن الاقرب الى الحمد لله قلت الكلمه صح. فايز. وانا اتمنى من الجمهور اللي شافوا الفيديو اللي كان في خاطره رقم معين قريب ترى يخبرنا عشان نقول هذا ما نثق فيكم يا جماعه، لان في ناس ما شاء الله يقيمون معنا فيديو لكن يقيمون السمك مضبوطين في التقييم، خاصه هذول اللي يجزون سمك الاول، يجزى الجش ويجزون الكنعد ويجزون السمك، يعرفون كم هو في البحر يعرفون. يا شوف القبقوب يا جماعه، شوف ما شاء الله، شوف الخير، شوف يا سعيد، شوف يا القبقوب هالايام متخبل دار. هو شوي يا جماعه، هو شوي دار برد علينا شوي عن هاي الصكه هاي اللي الصباحيه هاي. طبعا يا جماعه الخير الان بنشل قرقور مضريس، بنشوف اليوم الرزق. خليل تبغى عبد صنقور انت؟ اخاف ما يظهر لنا عبد صنقور اليوم. يا خير الله، شوفوا يا جماعه ما شاء الله تقبلت المضريس يا جماعه، تقبلت ما شاء الله المضريس. والفسكر زاد، الفسكر اقول لك شوف شحنه يا جماعه مال 100 حبه، يمكن في مال 100. ناصر هذا من العام يقولون الجمهور من العام ما بدل هاي الكندوره. قلنا ناصر ليش ما يبدل كبره هذا؟ نفر يقول هذا مال 2 سنه. يا ريال ما تدخل فيك، عيب لك، بدل هذا بسك عليك استهلاك وايد. الحين بتين فضه يوم نقول نعق السمك مول، مع انه اقدم واحد هو بعد. كل ماني بنسرحه قال لا بعد عمري، بعد العمر في عبود صنقور، في واحد هذا. لا ما اريد البسهم طعم، خلهم على كيفهم. عق فسكر، يلا ناصر عق فسكر، ودي قدام قرقور، يلا انصاري عقوا. طاش قاعد يعق. يو مزر البحر من الفسكر يا جماعه، كل ما نعق يزيد، لين عقب يصير مثل مضريس. شوف يا جماعه كله بنت ناخذها. يا اول شيء يسوب القراقير يا جماعه، والله يعني ينصطك منه. الحين ما شيء. ناصر ابوي اكو تحت ريل مال انت ها؟ هني ايوه في داخل هني داخل ناصر ها؟ إيه ما يشوف عدل، ما يشوف من كثر ما يحب السمك. اكي وحده تحت ناصر بغى يطيح بحر. يا ربي يا ناصر اسميك انك شله يا انصاري. اكو تحت القرقور ها؟ يمكن 50 حبه عقوا الحين ما ادري. الحمد لله اليوم افتكينا من ام القمل لان هي تعدمهن. خليه يكبرن شويه. شوفوا الخير يا جماعه، شوفوا احمر الطراد كله احمر من غير اللي ورا هناك في الانعاش بعد. يلا تحملوا من المضريس. صاير بنقي حق الريال وعضتني هاي انيابها ها. شوفوا يا جماعه يا ربي ايش تباه يا ريال، خله ها انيابها دخلان وانا انقي داخل حوض مال هذا
انيابها حسيت من دخلان. أبو صنقور ها. عبود صنقور خله حقه خله. الحين شو هاي يا سعيد؟ حطها في الكيسه. حتى انا تعضك. هاي ام بريس ها. لونها غير هذه ابوي سمينه من السمن اللي فيها هاي. يا الله. هاي عاد اقول لك عطها هديه الريال هذا حليله. اي يستاهل. لازم تعطي سعيد من لانه خسران. لا تعطي من جيبك. يقول لك هذا يعطي من مال غيره. لازم تعود. اوكي زين. خلاص. يلا. فيها سعيد فيها دقه هاي. ما نقدر نعطيها الناس. سعيد خليفه تباها. يلا فيها دك فيها سحت فيها سحت اخر قرقور يا جماعه. بنتوكل ما شاء الله. ما زال تم ضريس. النيسر ما شاء الله علم زاد. كنا ندور نيسر وهذا ويانا النيسر. اخر قرقور. وفي زريديه بعد وحده. ما شاء الله. بنتوكل ان شاء الله الحين بنروح. من الاشياء الملفته يا جماعه الخير الينم ما شاء الله شي سعوده. زاد علينا الينم وزادت مضريس ما شاء الله طراد كله وانواع واشكال من السمك. يلا رايحين الحين. يلا روح خلي سيده طراد. شوفوا صاحبكم كيف طايح خرسان من العرق والحال لله. بس يأنس يا جماعة يوم يعدال عالي هني ويروح السهج فيه يأنس ويختل تحت الطاولة. شوف اسمه خرسان يا جماعة. يحج عمره في اي واحد جديد يجي لازم يحج عمره فيه. يركز بريحته فيه عشان يملكه. عليكم حياكم الله. طيبة. عليكم السلام. حيا الله ابو نايف. الله يسلمك. لقاء اليوم اليوم سمحونا بطيلة اليوم من زمان انقطعنا وياك يا ابو. عسى خير انت صرت الحج جزاك الله خير وحج مقبول ان شاء الله. دعينا لك هناك. اقول لك انا بتكلم عن الحر. لان بعض الشباب يجون هني وحر. احنا لحقنا على طرف الاول قبل الكهرباء. نعم. قبل الكهرباء ما حد يعرف شو قبل الكهرباء. صح. شو الوضع كان. الحين انا اقول لو سبحان الله تصير طارئ تنقطع الكهرباء. شو بيسووا؟ لو انقطعت كهرباء لو الله راد انقطعت كهرباء. ما في شيء دايم غير وجه الله سبحانه. صح. سبب من الاسباب صار كهرباء. وهذا شو بيسوون الناس؟ اي والله. ما في خشونه الحين مثل الاسكريم. ما يقدر يصير خطوتين السيارة لين شو اسمه. يا رجل لو ينقطع النت عنهم ما اروع معهم. النت بينقطع طبعا. بيتمون مثل واحد فاج حج وشرى الضب. انا اتوقع ان اكثرهم يصيحون. صح. زين. وما بيحصلون مكان وبيستوي الحار وبيستوي الزعيج وبيستوي الصياح. احنا نتكلم عن القديم مساكين كيف صبروا. اي والله. وبعدين الحين غير. الحين مثلا اعطيك ابو ظبي هني يمره نصير شوي بعيد عنها الجو يرجع لك الطبيعي اللي هو تعودنا عليه قبل الكهرباء. ابو ظبي الله يسلمك الحين من كثر العمران والشيء طيب الانسان يعمر البلد وهذا شيء زين هذا. لكن لو يصير ماشي كهرباء عندك انت الان الشوارع تخزن حراره. الارصفه هاي تشوفها والارصفه البحريه والكواسر الحصى
هذا مال الجبال هذا كله يخزن حراره. يحرر حتى السيف. شوف السيف هذا البارد اللي الاول الناس تتبرد على السيف وتبغى تحصل قدامهم ويحصلون بعض الاسماك. اختفت الحين بسبب الارصفه، حار ضوء صح، ما يتم سمك وشيء يموت. زين. البنايات هاي مع المكيفات مع لا يودن والزجاج يودن الحراره مستوي مثل التنور داخل، مكمور يعني مكمور مسكر من كل الجوانب. خاصة اللي مناطقهم في نص ابو ظبي، اللي في نص ابو ظبي لو تبين كهرباء لا ما يجلسون، ما بيتمون جالسين، بيتمون يا في السيايير يا يمشي هو شويه سياره. المهم فاقول لك تغيرت. زين. ما تمت على طبيعتها. زين. زين. الالوان، شوف الالوان لها اثر على البروده. ابو ظبي الاول بيضة تعكس الحراره، تعكس الحراره. صح. انت طالع القار، شارع القار الحين حط يديك عليه. في من زمان واحد شباب حليله صغير والله ما بعود وايد، يمكن عمره 16 سنه، سوى حادث. زين. على سيكل ما ادري على يمشي على هاي مال تواير ريوله. دعمته سياره وتم على القار نار. القار ما مات من الضربه، مات من القار لانه ما حد قدر يدقه لين ما تجي الاسعاف شل الصحيح. خذ له يمكن ساعه او ساعه ونص او ساعه نص ساعه ما ادري. قالوا الريال خد على الحرق على والله انك لو تحط ريولك هاي قاعد ريولك بشيل شيء بحط حتى ما دقه، ما يوز دقه اللي مسوي حادث. يمكن تشيل غلط ينكسر ظهره. تم مره لين خذ انفاسه من الحراره ومات من القار. عندنا في البطين هذا نتكلم عن هذا في البطين. شوف حتى في الحرم شوف حاطين هذا الابيض. لا الحرم بارد الكاشي. شيء ما ادري شو مسوي هناك. يبرد في الشتاء، يحر في الشتاء ويبرد في الصيف. اقول لك توفى من حراره القار هذا اشد حتى عن السمنت، عن الخرسانه. فاقول لك اول ابو ظبي بارده يعني حرارته صح تستساغ. اما الان نحن نسير البحر شويه حين نحس بالفرق بين ابو ظبي وبين الحاله هاي اللي نسير لها نحن الجزيره هاي. نعم. وكانوا الاولين يسيرون جزيره الحاله ويباتون عند حضورهم ويقول نتلحف في هالايام. شوف من بروده الجو اللي هناك بعيد عن ابو ظبي. ايه. فاقول لك اشياء وظروف وعوامل ساعدت على الحراره اكثر عن قبل. احنا قبل يوم يستوي الليل، يوم يستوي الدوب كله، يوم شيء سايبه هو خلاص عصرت لك شيله الحرمه عصر شيله او شيء او زار لحفت به بارد ونفرش. يفرشون الفرش في الحوي، يفرشون من عقب المغرب. لحن هناك في العين يقول لقط مثل الدوق. هذا اللقط هو الرطوبه العاليه صح اللي الدوم خرسان ماشي هو. ايه. يفرشون قبل يعني المغرب. يوم يتعشون ويخلصون ويسولفون تي الفراش ولان شو داقة الطله وبارد. شي طريقتهم اول ما في شيء مكيفات ولا شيء، ما شيء ما شيء ماي ما شيء حق تشرب بس، باقي كله خريجه مالح تسبح بمالح، ملح فيه، تغسل بمالح ويتلحى بشرب ويحطه بالبالدي وتلحفه ما عقب تتلحى. شوف هي الرقده الاولى هاي من تخر عينك، يقولون تخر عينه خلاص ما تدريبه. شو بقى عندنا الحاس والبومنيجيب. ترى الحاس غير. الحاس صغار وراس اسود هو ابيض. تحصل اكثر شيء في القرم وعند القصباه، ويوم دوق ما شيء هو يتخشش في الخشم في العين ويتخشش في هذا وما يقرص ويصير في حلجك يطفر بك شرع من كثره شرع الغبار ويسوي صوت يوم يدخل في ذنيك. هذا في النهار، هذا في النهار الحاس، لان الحاس نهاري. الحين تسالهم الحين تقول لهم شو الفرق بين الحاس والمنيجيب، ما يعرفون. بالمنيجيب هو البعوض، لكن الحاس ما عارف اسمه العلمي. هذا عادي كميه وانت تنسخ يروح داخل خشمك، يروح داخل من صغره. زين الحين موجود، لكن وين قرب القرم
تستوي الدوق ما شيء هو ها. هني الموت. الصكه تستوي هني مثل اليوم الحين صكها اها شوف. اي والله. لكن هذا العرق اللي يظهر عرق علاج. هذا الدول برا ما يحصلونه، إيه. يصيرون يسووا لهم بخار، حمام بخار او انه يمر عليهم سنين ما عرقوا، يقول لك تراكم فيك فضلات. رأيت انجليز هناك فضلات يمشون هذا بالليل. الجسم يطلع الخلايا تتبطل. صح. الحين انت شوي يعرق قال لا خزت ما بخياس يا ابوي، هذا يظهر جسمك. ليش الواحد يوم ياكل حلبه ويعرق يظهر منه؟ من جسمه. عشان تعرف دليل ان ترى الجسم يطلع السموم، يطلع الروائح، اي والله. يطلع من جسمك كل شيء. هاي الصحة تفتح الخلايا الجسم. انت الحين مثل مشغلة تراكلوا يكبرون جسمك. ها. الحين ليش يوم تدهن دهان يصير داخل جسمك يشفط خلايا الجسم؟ لان الانسان اصلا مش مسكر. لا مخبق جسمك كله. صح. ليش هذيل اللي قاموا يحطون صبغ كيماوي او صبغ قام يدخل في جلودهم وصار في اجسامهم سوى لهم امراض خبيثه؟ صح. انه واحد توفى من صبغ اللحيه من الصبغ هذا. الشامبو هذا اللي تحطه في راسك كيماوي يدخل في الخلايا، يدخل في جسمك، يخرب دمك. لا اله الا الله. احنا وين الحين من كم سنه يمكن 20 30 سنه ما استحمل انا صابون بس. الشامبو. يوم صغير قصوا علي وقمت استحمله، قالوا زينه هذا عن القشور، هذا خرطيره يا القشور. القشور يبال الدهن، ويحط الدهن وخلاص. خص دهن حل الناريل. تعرف حل الناريل؟ معروف. يا الله هذا نمره واحد. الحين حولتنا من الحر لين العلمي. لا ابو نايف انا منعفت في العلمي. احب العلمي وايد. صح. ايه اقول لك الوضع كان شي. الليل اشوى عن النهار، والنهار اشوى عن الظهر. يوم تكون الشمس في قمة راسك. والاول في رملة هني بين سوق السمك وبين سيف الكرنيش. نشيل عروسنا السمك، لكن اذا استوت الساعة 10 هاي الرملة ما تطفى. رملة يمرن فيها الجيبات مخلينها السوداء من كثر توايرهن. ويوم تضربها الشمس تغادي مثل الرماد اللي ملاله مال التنور. وحين ما شيء نعول انت مناقز لين ما نعبر منها هاي الرمله من بين الكرنيش وبين سوق السمك. كان شالين سمك عروسنا ولا حاله لله. فخلص شغلنا كله من الصبح. ما شيء سير القايله. قال القايله ما تصير. قايله الطير ما يطير تحمل. تموا تحت المظله، اللي عنده مظله في البيت ولا عنده شيء والحريم مهفه. هاي المهفه عن مكيف قبل. وين الحين البطره سير طالع. ما يكبون هذيلا باكر يستوي شيء ما يكبون. لا مره من الحر سافروا. لا شافوه ابو ظبي. لين شهر 10 بطل باب الطياره ويا مهبه بارد مال سهيل. قال نعم الحين بطل باب الطياره حر رد. قال لا ودوني ردوني. هو زين لو يشوف الاجانب كيف يجون هني في القيض يجون. الاجانب يدورون العرق. يدورون العرق، ولو يبون العرق يبيعونه بيبيعونه. مزروب بغراش. صح. يدورون العرق. يفرح يوم يعرق. في لبس حق العرق بعد. يلبسون لبس حق العرق. والله ريتهم يمشون في النخيل هناك في العين. خلاصة موضوع يوم الجمعة ان يا جماعة الخير قولوا الحمد لله على هاي النعمة. والله الحمد لله. والله ان هاي زخرف الحياة الدنيا. يوم الله ذكر وقال زخرف الحياة الدنيا. نحن نعيش في زخرف الحياة الدنيا. الحمد لله. ويظن ان الانسان الحين تمكن منها، انه خلاص كل شيء يقدر يسويه. والله لا قال زخرف الدنيا غرورة لا يغركم هذا. هذا ما يتم. صح. فالإنسان لازم يقوى ويخشوشن ويتعمد انه يرص عمره شوية في الشدة. ما بيجلس وياك انا عرقان ما اتحمل ما في ما ادري شو بصير اتسبح. يا ريال ما لحقت عليهم حليلهم الاولين مساكين. والله. زين يسافرون فيها الشموس وفيها الحر ويسيرون ويجون عرشاب وحال الله. قولوا الحمد لله. الحمد لله. والله حالتهم والله في خيام شيء تامين والشمس والخيمه غادي مثل التنور داخل. راس مالهم وعشيش. راس مالهم هاي المهفه. شو عندهم قبل مهفات؟ نحن كل بيتنا مهفات. صح. هل اللي عنده مهفه زين بعد. شو تسمونه انتم؟ مهفه. انتم تسمونه مشب. لا مشب ذاك تشب ضوء. زين يستعملون المشب بعد.
ما عنده مهفه استعمل المشبب لان الرياض ضوء نار نار. ايه والله هذا اللي حبيت اقول اذكر الناس بس بهاي النعمه ان الذكرى تنفع المؤمنين. يلا ان شاء الله بس احنا نقول يا الله تجيرنا من نار جهنم حر جهنم يوم تقترب الشمس الى الروس ويتمون يعرقون. ذكروا هذا اليوم يوم تعرقون في الدنيا ذكروه ما شيء عندك شيء غير العمل الصالح. اي والله. ايه تحمل بنايف انت صرت الحين غسلت كل شيء وعلقت ثيابك ونطاف الحين لبسن هذا زينات. نعم. لا تدنس. دار عمرك ايه واحفظ لشيبك من عيب يدنسه. دنسه. ان البياض غليل الحمل للدنسي. دنسي. حافظ عليه الشاعر. اي والله. يلا بس جزاك الله خير وعبد الله مشكور مشكور. نيال وموضوع الوقفة وموضوع بين مايتين وبين موضوع بين مويتين وبين مايين، هذه كل وحدة لها مصطلح. وفي عندي أنا بعد تسجيل فيديو بطرش لك إياه إن شاء الله عن بين المايتين. يوم يحتكن ماية السجي وماية الثبر يسوون درادير، تقول راس سمك لكنه لا، ما بين ماي السجي وما بين ماي ثبر يستوي حلاليص ما بين المايتين. هذه ما بين ماي بالنت وياك الجماعه سعيد ومدام الجماعه اعطيتهم اسئله عن المايات او المويه زين، وضاف بعد كلمه الاخ سعيد اظن هذا اللي لابس نظاره. نعم فحبيت يعني اذكر شيء عندنا وعندكم الا كان في شيء مختلف الله اعلم. زين ولا في سجال هذه مياه كفره اظن يسمونه. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم الجمعة ما شاء الله في بركة اليوم. سمك اليوم جديد هذا عيفة رقم 1 سمين بعد في شقير. شوف في بشار اليوم موجود شوف 15 كيلو ما شاء الله. في بياع اليوم في شعري هذا الشعري شوف موجود اليوم. وجيس ما شاء الله جيس 35 اليوم. شوف كله فريش. صافي سنيفي 30 اليوم سمين بعد ما شاء الله كله فريش. ابو شنغور ما شاء الله ابو شنغور في 2 حبة موجود اليوم. وجريدي موجود وسيبان موجود اليوم ما شاء الله. ومدرس هذا مدرس 35 اليوم اوفر ما شاء الله. شوف كله فريش. شوف عيون سمين بعد. وروبيان اليوم 50. جريدي جحب 50 بعد. وجين موجود ما شاء الله 40 كله فريش. وقبات 40 اليوم ما شاء الله. شوف عيون كله فريش ما شاء الله. وحمر 40 بعد. وسبريم هذا سبريم 40 هذا مر تركي كله فريش. شوف كله فريش اليوم بعد. ونيشر نيشر اليوم في موجود هذا جامبو شوف ما شاء الله سمين بعد. وقبقوب موجود هذا قبقوب. سوق سمك رقم 29 مال مشرف مول